بسم الله، صلي على حبيبك النبي. في سؤال فكرته جديدة. اتصلت بلورة نقية من شبه موصل بمصدر تيار مستمر. لما تقفل الدايرة وتحط البلورة قرب مفاعل نووي، احنا عارفين ان اشباه الموصلات شديدة الحساسية للعوامل البيئية، تلوث اشعاعي، تلوث كيميائي، ضغط، رطوبة، حرارة. فلما احط البلورة جنب المفاعل النووي درجة الحرارة هتزيد، ودرجة الحرارة لما تزيد عدد الروابط اللي هتتكسر هتزيد، وعدد الروابط اللي بتتكسر لما تزيد الإلكترونات الحرة والفجوات هتزيد، ودي حاملات تيار. يبقى ايه اللي هيحصل في الدايرة ساعتها؟ يزداد التيار المار في الدايرة. انما لو حطيت البلورة مثلا في أنبوبة باردة ومنخفضة الضغط، يبقى الإجابة ساعتها هتبقى يقل التيار المار في الدايرة.